ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بصحه وخير دايما ان شاء الله. معاكم يوسف ذكري، فيديو اديتور فيلم ميكر. النهارده عندنا ميني توتوريال قوي جدا جدا على بريمير برو، وهيعلمك تريكات ان شاء الله. السلسله دي قويه جدا وهتفيدك في المونتاج، هتوفر عليك تقريبا 75% من الوقت لو انت شغال. طبعا وقتنا كلنا مهم. النهارده عندنا فيديو قوي جدا جدا، وهو عن ازاي ان انت تحفظ بريسيت معين او افكت معين، تحفظه كبريسيت بحيث ان انت بعد كده تقدر تستخدمه براحتك، مش تحتاج ان انت تعمله من البدايه خالص. تمام؟ يعني مثلا انت عملت افكت ترانسفورم او افكت زوم ان زوم اوت بوب اوت عادي جدا للتكست، عملت اي افكت، فانت عايز تحفظ البريسيت بتاعتك، خلاص تحفظها بحيث ان انت بعد كده يوم ما تحب تستخدمها على اي فيديو على اي حاجه تسحبها كده من الافكت تحطها عندك في التايم لاين، الموضوع خلص على طول. فالنهارده اعلمكم الطريقه دي. طبعا ده فيديو اهو عندي في الفعل اهو في التايم لاين. عندي مثلا افكت ترانسفورم ولومتري كلر، انا ممكن احدد اكتر من افكت احفظهم على هيئه بريسيت. عايزك تحط لي مثلا تعديل الوان دوت وتحط لي افكت ترانسفورم. ايه هو الترانسفورم؟ بتاع حركه الفيديو. طبعا هكتم الصوت طبعا عشان دي حقوق طبع برده، مش عايز البروجكتات بتاعت الشغل تطلع يعني. فعندك هنا اهو ده افكت تحريك، تمام؟ زي ما انت شايف كده اهو ده افكت تحريك اهو. فانا عايز احط التحريك دوت واحط تعديل الالوان يكونوا في بريسيت وحده. فهعمل ايه؟ هاجي احددهم كده. ده عندي لومتري كلر في افكت كنترولز، ولو ما عندكش افكت كنترولز فانت بتيجي على قائمه الويندو فوق وتيجي على افكت كنترولز تعمل عليها علامه صح، او ليها اختصار قوي جدا وهو شيفت وحرف الخمسه من الكيبورد عشان ايه؟ تبقى سريع. افكت كنترولز شيفت و5 هتفتح لك. عايز قائمه افكت شيفت و7 هتفتح لك قائمه افكت. تمام؟ افكت كنترولز شيفت و5 على طول، بدل ما تقعد تجيبها وتتعب نفسك. عندك اهو لومتري كلر هتحدده، وبعد كده تهولد كنترول من الكيبورد عشان تحدد الترانسفورم معاه. انا كده حددت اللومتري كلر وحددت الترانسفورم. هولد ديت يعني ان انت تدانك ضاغط على زرار الكنترول في نفس الوقت تقعد تحدد. فاهم قصدي؟ انت حددتهم خلاص، كليك يمين هتلاقي حاجه عندك اسمها سيف بريسيت، هتضغط عليها. يعني سمي بريسيت بتاعك اللي انت عايزه، مثلا هسميه انا تعديل الوان وتحريك. ماشي؟ انا سميته كده وهتعمل اوكي. هتيجي على قائمه الافكتس، طبعا هتيجي عليها بالماوس، ما بنحبش احنا الكلام ده، بنحب احنا الشورت كات شيفت و7. هتيجي على البريسيتس هتلاقي عندك الافكت اهو محطوط تعديل الوان وتحريك. طيب عايزين نختبر الكلام ده فعلا شغال ولا لا، فاحنا هنجيب فيديو مش عليه الافكت ده. مثلا فيديو دوت نجيبه كده، فيديو اهو نشوف كده الافكت كنترولز بتاعته من شيفت و5 هتلاقي ان هو عليه افكت اللومتري كلر. نشيل اللومتري كلر طبعا مش عايزينها. هتيجي على قائمه الافكت، تمام اهي، هتلاقي تعديل الوان وتحريك. طبعا هنا التعديل الالوان محطوط على الفيديو السورس نفسه، فانا هضطر اشيل التعديل الالوان من السورس. بالمره اعلمكم ازاي بتشيلوا التعديل الالوان لما يكون محطوط على السورس او على الفيديو ككل. بتيجي هنا كده، تمام، باجي على الافكت كنترولز السيكونس اهو، لقيت اللومتري كلر بحذفه كده. خلاص عندي الفيديو ده مش عليه افكتات خالص. فبجيب البريسيت بتاعتي الجميله دي تعديل الوان وتحريك اهي زي ما انت شايفها، هتسحبها كده دراج وتحطها على الفيديو. اصبح عندك تعديل الوان اهو زي ما انت شايف. تعالوا كده نشوف في الافكت كنترولز شيفت و5، نيجي على هنا كده اهو تعديل الوان وتحريك، هتلاقي عندك هنا اللومتري كلر اتحفظت بالشكل ده. طيب انا دلوقتي عايز احفظ الترانسفورم، تمام؟ هتيجي على نفس الفيديو اهو. طيب دلوقتي هو حفظ لي اللومتري كلر في بريسيت وما حفظليش الترانسفورم. ليه؟ لانهم طلعوا افكتين مش من نفس النوع، فاهم قصدي؟ فهو لو افكت نوع مختلف مش هيحفظه لك، لازم يحفظك اللومتري كلر لوحده على ايه بريسيت لوحدها. فاحنا نيجي على الفيديو اللي احنا عايزين ناخد منه ترانسفورم بالشكل ده كده. ده مثلا اهو فيديو عليه ترانسفورم. هتيجي على الترانسفورم بتاعتك اللي انت عملتها وتعبت عليها، تيجي على سيف بريسيت تكتب عليها تحريك بس. بعد كده تضغط اوكي، هتصبح عندك هنا في الافكت تحريك بس، شايفها؟ تجيبها بالشكل ده كده وتحطها على الفيديو اهو، دراج اند دروب، هتلاقي عندك في الافكت كنترولز اصبح عندك تحريك بس اهي موجوده. هنشوفها فين؟ عفوا انا حطيت تعديل الوان وتحريك، نشيلها تاني. احنا عايزين التحريك بس اهي، نجيبها كده ونحطها على الفيديو ونيجي على شيفت 5 هتلاقي عندك افكت التحريك بس اتحط اهو، اصبح عندك تعديل الالوان والتحريك محطوطين. فدي طريقه ان انت تقدر تحفظ بيها افكت انت اشتغلت عليه وتعبت عليه وعايز انت بعد كده تطبقه على فيديوهاتك بكل سهوله. فانت بتعمله على هيئه بريسيت تبقى محفوظه عندك على طول في البروجكتات. اي بروجكت هتفتحه هتلاقي عندك البريسيت دي محفوظه. عايز تحذفها بالشكل ده بتيجي على شيفت 7 عشان تفتح الافكتات، تيجي عليها بالمنظر ده ديليت، او لو حابب ان انت تعيد تسميتها براحتك، او باجي عليها كده بحذفها، باجي عليها كده بحذفها. طبعا كده احنا نيجي على الافكت كنترولز هنلاقيها موجوده هنا برده ما اتحذفتش، بس هي اتحذفت من قائمه البريسيتس ككل بحيث ان انت خلاص بقى حذفتها عايز تعمل حاجه جديده وهكذا. فاهم قصدي؟ فبس كده يا جماعه، ده كان فيديو النهارده تيبس اند تريكس، والفيديو كان مفيد جدا. لو استفدت اهم حاجه اضغط على زرار لايك عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس، واشترك في القناه وفعل زرار الجرس اللي جنبه عشان يوصل لك تنبيهات بكل فيديو جديد بنزله على القناه. بس كده يا جماعه، كان معاكم يوسف بكري، سلام.